في الفيديو النهارده هقول لك ازاي تحسب سعراتك الحراريه بالظبط وتوصل لهدفك، سواء كنت عايز تزود وزنك او تقلل وزنك. يلا بينا نتكلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا بتواجهنا نفس المشكله، بقالنا فتره بنتمرن مش لاقيين اي نتيجه، ولا عارفين نزيد ولا عارفين نخس، بناكل ما بيبانش علينا. طب ايه السبب؟ انك مش عارف تحسب سعراتك الحراريه. لو فهمت اللعبه ماشيه ازاي هيبقى الموضوع بالنسبه لك كلام فاضي، بس هو عايز شويه تركيز، 5 دقايق تركيز بس. لما نعرف ازاي نحسب سعراتنا الحراريه عايزين نسال نفسنا كام سؤال. اول حاجه، يعني ايه سعرات حراريه؟ تاني حاجه، هنستفاد ايه اما نعرف السعرات الحراريه؟ تالت حاجه، الجسم بيستخدم الطاقه اللي بياخدها على مدار اليوم ازاي؟ رقم 4، احسب سعرات ازاي؟ رقم 5، اقسم سعرات ازاي؟ اول حاجه، يعني ايه سعر حراري؟ السعر الحراري اللي هو الكالوري، يعني وحده قياس الطاقه. تعريفها البسيط يعني كميه الطاقه اللي موجوده في الاكل ايا كان نوعه، كميه الطاقه اللي موجوده جوه الاكل. يعني انت مثلا كلت برتقانه، البرتقانه دي فيها 5 سعر حراري. تاني حاجه، هتستفاد اما تعرف سعراتك الحراريه. هقول لك هتستفاد ايه. ما تقول يا عم الحاج. اول حاجه، هتتعامل مع الاكل كله بمفهوم واحد. الاكل كله عباره عن سعرات حراريه. كلت فراخ، كلت لحمه، كلت حلويات، كلت اي حاجه، كله بيخش الجسم على هيئه سعرات حراريه. تمام؟ ده هياخدنا المعلومه تانية، ان مفيش اكل بيتخن واكل بيخسس. بره في ناس بتاكل بيتزا وبرجر وكنتاكي وبيخسوا طالما ماشي على نظام غذائي. الجسم عباره عن مترجم للسعرات داخله والسعرات خارجه. الجسم ما بيعرفش انت اكلت ايه ولا اكلته امتى، الجسم بيعرف السعرات الحراريه بس. تاني حاجه هتستفادها من معرفه السعرات الحراريه، هتعرف توصل لهدفك. انت هدفك دلوقتي حاجه من الثلاثه، يا اما هتزود وزنك. هتزود وزنك ازاي؟ يبقى هتاكل اكتر من احتياجك اليومي. تاني حاجه، هتقلل وزنك. هتقلله ازاي؟ هتاكل اقل من احتياجك اليومي. تالت حاجه، تثبت وزنك. هتثبته ازاي؟ هتاكل نفس احتياجك اليومي للسعرات الحراريه، ولا هتزود ولا هتنقص، كده وزنك هيفضل ثابت. تالت سؤال، جسمك بيستخدم الطاقه اللي استمدها طول اليوم ازاي؟ بيستخدمها على 3 اشكال بنسب مختلفه. اول حاجه اللي هي البي ام ار بنسبه 70%. تاني حاجه اللي هي الاي ام ار دي بنسبه 20%. تالت حاجه اللي هي الثيرمال افكت اوف فود. نمسك حاجه حاجه نعرفها. اول حاجه، يعني ايه البي ام ار؟ البي ام ار ده اللي هو البيزك ميتابوليك ريت، يعني معدل الحرق القاعدي. انت ما بتعملش اي مجهود، انت صحيت من النوم، قعدت على السرير مكسل حتى تقوم تجيب ريموت التلفزيون، كده جسمك في وضع اسمه البي ام ار اللي هو البيزك ميتابوليك ريت. يعني جسمك دلوقتي بيستخدم طاقة عشان يقوم بوظائفه الأساسية، عشان يحافظ على درجة حرارة الجسم، عشان يضخ الدم، عشان تتنفس، عشان يشغل لك الأجهزة اللي في جسمك. فجسمك بيستخدم طاقة حتى وانت ما بتعملش أي مجهود. ده اسمه البي ام ار، ده بيبقى نسبته 70%. تاني حاجة اللي هو الاي ام ار او معدل نشاطك اللي هو اكتيفيتي. الاكتيفيتي بتاعتك، انت دلوقتي راجل نشيط، راجل مفخد، ما بتعملش اي حاجه، راجل بتعمل مثلا نشاط 2 3 في الاسبوع، شغلك بيعتمد على ايه؟ قاعد، بتتحرك كتير، بتشيل حاجات، ده كله تحت مسمى الاكتيفيتي او معدل نشاطك، دي بتبقى نسبته 20%. تالت حاجه اللي هي الثيرمال افكت اوف فود، ده اللي هو التاثير الحراري للاكل. ده بمعنى ايه؟ دلوقتي ان انت ما بتاكل حاجه جسمك بيهضمها، الهضم ده ذات نفسه بيستخدم طاقة. يعني انت دلوقتي كلت وجبة، عشان تهضم الوجبة دي لازم تبذل طاقة عشان تهضمها. تمام؟ دي بتبقى بنسبة 10%. طبعا النسب اللي احنا قلناها اللي فاتت دي كلها بالنسبة للبي ام ار والاي ام ار والثيرمال افكت اوف فود، هبقى احط لكم رسمة ليها عشان الامور تتبسط شوية وتتفهم. تمام؟ يبقى احنا قلنا البي ام ار 70%، الاي ام ار 20، والثيرمال افكت اوف فود 10%. طبعا النسب دي بتختلف من بني ادم للتاني، على حسب هو راجل ولا ست، على حسب سنه، على حسب طوله، على حسب وزنه، على حسب كميه العضلات اللي في جسمه، على حسب نشاط الغده الدرقيه. في ناس بيبقى عندها نشاط الغده الدرقيه عالي جدا، دي مهما تاكل مش هيبان عليها. في ناس تانية عندها خمول في الغده الدرقيه، الناس دي لو كلت رغيف في اليوم جسمها بيبوظ وبيزيد. رابع سؤال، ازاي احسب سعراتي؟ قولا واحدا ومفيش فيه نقاش، اعمل انبادي.
اعمل انبادي. الانبادي يتعمل في جيم نضيف يا اما عند دكتور تغذيه. الانبادي يكون حديث، ما تعملوش في الصيدليات اللي هو ابو 5 جنيه الورقه الصغيره دي، ما تعملهاش، ملهاش لازمه، قرايتها كلها غلط. اعمله في جيم نضيف يا اما عند دكتور تغذيه، هو مش غالي عامه، بس ده احسن طريقه تقيس بيها سعراتك الحراريه. بالظبط. في ناس كتيره بتتكلم على معادلات، المعادلات دي تبقى كلها نتائج مش مظبوطه. المعادلات بيطلب منك طول ووزن وسن، ما يعرفش نسبه عضلاتك، ما يعرفش نسبه الميه اللي في جسمك، ما يعرفش نسبه الدهون. النتائج بتبقى مش مظبوطه في المعادلات. انزل اعمل انبادي احسن لك، وانا هبقى احط لكم شكل الصوره اللي بتطلع لك بعد الانبادي. تمام. تاني حاجه، لو ما عرفتش تعمل الانبادي، في موقع احط الرابط بتاعه في الديسكريبشن. هنخش دلوقتي على الكمبيوتر. دلوقتي يا شباب احنا فتحنا الموقع. موقع استخدامه سهل جدا. اول خانه هتكتب فيها السن. تمام. اول خانه هتكتب فيها السن، نكتب 30. تاني خانه هتكتب فيها النوع. تالت خانه تكتب فيها الوزن بالباوند او بالكيلو. خلي بالكم من النقطه دي يا شباب، بالباوند او بالكيلو، دي حاجه ودي حاجه. الخانه اللي بعديها الطول، عندك بالانشز وعندك بالسنتي، خلي بالكم منها برضو. تختار السنتي وتكتب طولك. تنزل على الحاجة اللي بعدها، على البند اللي بعده، هتلاقي هنا الاكسرسايز ليفل. هتلاقي كل حاجة ممكن تتخيلها. لو انت بتصحى من النوم بس وتقعد على السرير هتلاقي. وعندك حاجات تانية كتير. تتمرن 3 مرات في الاسبوع، تتمرن 4، تتمرن 5 ايام، تتمرن 5 ايام بشدة عالية، تتمرن مرتين في اليوم. كل واحد هيختار. تمام. انا هختار 5 مرات في الاسبوع. كويس اوي. هدوس كالكوليت، هيطلع لي النتائج. اول رقم ده 2731، ده عشان احافظ على وزني، ده مينتيننس، ده عشان احافظ على وزني. عايز ازيد هزود، عايز اقل هقلل. هو كاتب لك حتى من عنده اهو، لو عايز تقلل هيبقى 2185. خامس سؤال وده اخر حاجه. كده انت هتبقى فهمت كل حاجه عن السعرات الحراريه. اقسم سعراتي الحراريه ازاي على حسب هدفي. يلا هوريها لك عملي على الكمبيوتر. طبعا دلوقتي يا شباب هنقسم سعراتنا الحراريه على حسب هدفنا. احنا دخلنا على الموقع وكتبنا البيانات وطلع لنا الرقم اللي هنبتدي نشتغل عليه عشان نخسر الدهون، اللي هو 2185. انا عامل الجدول ده مقسم فيه كل حاجه، هبقى احطه لكم في الديسكريبشن. هنكتب احنا اخر حاجه انا وصلنا لها ان انا محتاج 2185 سعره عشان اخس. تمام. انا كتبتها هنا اهو. دلوقتي عايزين نعرف حاجه، ان كل جرام بروتين فيه 4 كالوري، وكل جرام كارب فيه 4 كالوري، وكل جرام دهون فيه 9 كالوري. يعني انت لو كلت جرام بروتين هيديك 4 كالوري، لو كلت جرام كارب هيديك 4 كالوري، لو كلت جرام دهون هيديك 9 كالوري، اللي هو 9 سعر حراري. كويس اوي. عايزين نحسب نسبة البروتين اللي هناخدها في اليوم. هتتحسب ازاي؟ هنضرب وزن الجسم في 2.5. في ناس بتضرب وزن جسمها في 2، يعني هي النسبة من 2 ل2.5. ودي حاجة مهمة برضو، دي تركاية. كل واحد بيختلف. في واحد عنده عضلات مش عايز يخسرها فبيعلي النسبة، يعني انا هضرب في 2.5. في واحد تاني لسه ما عندوش كتلة عضلية فممكن يضرب في 2. انا وزني 90، اضرب 90 في 2.5 هتديني 225 جرام بروتين في اليوم. ناخد الرقم ده، معلش يا شباب ركزوا معايا. هناخد الرقم ده هنحطه هنا، 225 جرام بروتين في اليوم. احنا اتفقنا ان كل جرام بيبقى فيه 4، يبقى المفروض نضرب 225 في 4 هتدينا 900 سعر. يبقى احنا كده جبنا اول عنصر اللي هو البروتين. جبنا هناخد 225 جرام بروتين في اليوم وسعراتهم بتبقى 900.
كويس اوي. هننزل على الحاجة اللي بعدها اللي هي الدهون. الدهون بتتجاب ازاي؟ انا حاططها في الجدول اللي بعديه. الدهون بتتحسب بالسعرات، بالسعرات مش بالجرامات. كويس، يعني دلوقتي اجمالي السعرات بتاعتك كام؟ 2185. هنكتب هنا 2185 وهنضربها في 2/10. هي دي النسبة عشان تطلع الدهون، عشان تطلع سعرات الدهون بتاعتك في اليوم. هتضرب اجمالي سعراتك في 2/10، هيطلع لك 437. كويس. 437 ده اجمالي السعرات مش الجرامات، اجمالي السعرات. هناخد 437 دول نحطهم هنا. 437 سوري 437. عايزين نطلع الدهون. اتفقنا ان احنا هنعمل ايه؟ ان كل جرام دهون بيبقى فيه 9 كالوري. هنقسم ده على 9، هنقسم الرقم ده على 9. هيدينا اهو 52 جرام. قول 53 جرام. 53 جرام دهون في اليوم. يبقى احنا كده جبنا الدهون وجبنا البروتين، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الكارب. هنجيبه ازاي؟ هنجمع ده وده، هنجمع البروتين والدهون وهنطرحهم اجمالي السعرات. 2185 ناقص 900 ناقص 473 مفروض هيدينا 812. 812 دي اجمالي سعراتي بتاعت الكارب في اليوم. عشان اطلع كام جرام هقسم الرقم ده على 4. يبقى هيدينا 203 جرام كارب. كده احنا جبنا كل حاجة وقسمنا السعرات عشان جسمنا يخس. ما تنسوش لو الحلقة عجبتكم تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتستنوا الحلقات الجديدة. هيبقى فيه شوية حلقات كويسة جدا. سلام.